خير عسلامة الناس الكل، فيديو جديد ونهار جديد ومحتوى جديد. في الفيديو خلينا نسلموا على الناس الكل واحد واحد. المشتركين الجدد والقدم ونقول لهم وجودكم نعمة في قناتي، إن شاء الله نكون في المستوى المطلوب. خلينا نصلي على النبي في البداية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تراو في الفيديو اليوم اللي هو سبت، خرجت أنا وبنتي العشية. مشينا، هي عندها قضيات وأنا زاد عندي قضيات ولا إله إلا الله. وميم طون مشينا تعشينا لبرا. قلت يزيني بطاطي ويزيني من الكوجينة. نحب نقولكم على الفيديو، على محتوى الفيديو. في البداية عندي كريب طيبتها عشاء البارح، راكم باش تشوفوا الوصفة. ثم في الجزء الاخر متاع الفيديو دبارة فطوري لليوم، عملت مقرونه قرابط. لكن توا خلينا في البدايه. كما قلت لكم خرجت انا وبنتي، مشينا شرينا حاجات ناقصين. مشينا لهنا، عملنا دورة قبل ما نمشيو. حسيلو تحويسها هيك في الطريق قبل ما نمشوا. دخلنا للحانوت اللي باش نشريو، مش حانوت، هي بارفيميري، باش نشريو من عندها الحاجات اللي ناقصين. بارفيميري حمدي، الناس اللي في مصر يعرفوه. سلعته بالحق باهية، الظاهر باهية وفي التصويرة باهية ومحلاها، وأسوام زادة مناسبة. سلعة لي فام تلقى اللي تلوج عليه، والبنات اللي جون زادة. حسيلو حسيلو فيها حسيلو مستلزمات النسائية أكثر منها حاجة أخرى. كما تراو أنا صورت لكم شنو في الحانوت. يعني مهما كنت أنا ما نجمش نسمي لكم كل شيء، لكن التصويرة ناطقة وحدها، تصويرة تعبر وحدها. عنده لي بارفان، عنده صبة وبكويت، عنده دودورون، الخمارات كاليتي نتاعهم باهية، صيف هكا ما يسخنوش. لي كادو حسيلو حاجات باهية الحق تاع ربي. أسوام في المتناول، ما نعرفش في المتناول. أنا اللي شريتهم حاجات حسيلو مقدور عليهم. عنده المناقل اللي شوا هكم برشا، شوا اللي حسيلو اللي أنا تعجبوش هذيا نتصور يلقى حاجة تعجبو. مكان مراقب بالكاميرا ومحطوط ممنوع اللمس حسيلو. لكن انا شورته، راهو قبل ما نصور شورته. الحق نتاع ربي انا هذه المره الثانيه نصور. المره الاولى صورت وتفسخ لي الفيديو، والمره هذه شورته قال لي زاد ما يسالش. يعطيه الصحه، خاطر فما شكون ما يحبوش التصوير. هو في المرتين قال لي صور على روحك، فما حتى مشكل. عنده الليناتات، عنده المكياج عادة ما تحكيش. هو اصلا السلعه الغالبه كلها مكياج. الفون روجا ليفر هذوك من البلاتات 14 دينار تقريبا. انا والله نصور ولا 14,000 ولا 34، ما نعرفش بالضبط. المهم فما البلاتات صغار وفما بلاتات كبار. يعني اللي مانيكير حسيلو روجا ليفر، كل شيء حسيلو اللي يخص النساء الكل. صبغة نتاع الشعر، الفون، كريمات نتاع اليدين نتاع الساقين. انا شريت كريم نتاع وجه، كريم نتاع يدين، وكريم نتاع ساقين. نبقى نوريهم لكم في اخر السيكونس هذيا. خليكم استمتعوا بالصورة. هذوما لي بوكل اشكال وانواع حسين ما شاء الله، ولا العظيم ما شاء الله. هذه تخزر الوحدة تنسى الاخرى. الحق متاع ربي سلعته باهية، واحد باش يكذب. واي حاجه شريتها من عنده، معناها انا مش مكان المره هذه شريت، جاب باش نوريكم شنو شريت. يعني حاجات صافا. شريت ما عنده خمار والله العظيم ما يعجبني. كان هذاك كان نجي نغطي كان بيه. به. وجيت لهنا شريت 3 كريمات، واحده نتاع وجه، واحده نتاع يدين، واحده نتاع ساقين. هيك الاولى هذيك بور لي ماض جو كروا حاجه كيف هكا. اي هكاك هذه نتاع وجه، ونفس السوم راهم 6900 3.
هو لما حالة قال لي الوجه أغلى، أما أنا أحسب لي هذيك أحسبهم لي ثلاثة نفس السوق 6900. الحق نتاع ربي مازلت ما استعملتهمش، وقت نستعملهم أكيد تو نقول لكم عليهم. هذوكم هذيك الكريم الأخرى هذيك نتاع الساقين نتاع البيي. وبنتي شريت حاجات أخرى والله، يعني بنتي ما تحبش التصوير ولا كي باش تشتري حاجة ولا كي حسيلو، المهم نحترمها وما ما نعرفش بالضبط شنو شريت. حسيلو نتصور كان تمشوا تشتروا ما عنده معناها سيرتو البنات اللي يحبوا المكياجات والكل ما كمش باش تندموا، سلعتو جارانتي بالحق يعني. انا الحق ما نفهمش برشا في المكياجات وفي الكريمات والوحدات، اما اي حاجه شريتها من عنده ما ندمتش عليه بصراحه. الماركه هيك ازال ولا مانيش عارفه بالضبط، ما نفهمش برشا زيد قلت لكم معناها. المهم انا جيست وريتكم خاطر اللي تلوج على الكريم تاع يد ولا وجه ولا ساقين معناها تلقاها وصومها باهي يعني مقدور عليه. والله هذوما مشترياتي، وهذه خرجتي وين مشيت انا وبنتي وتحويستنا اليوم سبت. وزدنا تعشينا لبرا كان باش تمشوا، مشينا للتراس اللي معروف في ماطر. قهوة ميكس تمشي لها الناس الكل. سالون دي تي معناها تمشي لها نساء ورجال وعائلات حسين، واللي يحب يتعشى غادي ولا يشرب حاجة ولا يقعد ولا هو البرا هو حسين معناها هم بلانير هكا العباد تشم في النسمة والفي متاعها على الطريق الرئيسي طريق دبرقة. حسيلو منظر حلو برشا، زيد الغازون يعني حاجة باهية. حسيلو تفرهد وواحد ينسى شوية كالضغط متاع الدار والكوجينة سيرتو النساء. أنا هاو كنصور لكم وقتها بنتي مشيت جابت لنا عشاء. شريت بنتي باجيت فرسي وانا شريت لي بيتزا، ما كملناهاش الحق تاع ربي. هذايا شنو شرينا، هذايا باجيت فرسي معها فريت وكل هذه بيتزا. وقسمنا حسيلو قسمنا الباجيت فرسي وقسمنا البيتزا وخلينا منها زيد وخلينا منها الولدي. حسيلو مشينا والله واحد تفرهد لما حالة انا مطيبه عشاء وموري واضحه. تمنيت راني في نهار اخر مانيش مطيبه هكا. وجيت لهنا باش ندخلوا تو للكوزينه. هذايا عشاء البارح عملت زاده حويجه خفافه عشاء، عملت كريب، خذيت كعبتين عظام وخذيت الكاس هذاك كاس والله تاع ترموس كاس بلاستيك معناها قست بيه هنا مش معناها. خذيت كاسين حليب من هذاك وكاسين فرينة، وبعد ركضتهم بالمكسور وحطيت لهم شويه ملح. هاكا اللي باش يعملها انا باش نعملها كريب مالح حسيلو جبن واحد طن. اللي باش يعملها حلوه يحط ينكه بحاجه اخرى فانيليا ولا خلط هكاكا باش ما يطيرش عليا باش تطيرش عليا غبره نتاع الفرينه باش كي نخلط أصيل عملت كونتيتي باهية، جاتنا 8 كعبات. الحشو عملت جبن موتزاريلا، جبن بريزيدون حكا شريتها فيها 8 كعبات. عملت هريسة وطن بالطبيعة. هذاك عشاء نتاع البارح. حسيلو تبعوا معايا لي ديتاي لهنا قاعدة نركض في الخليط المكونات. والله انا عملت البارح في العشاء حسيلو مش في العشاء مع بعد المغرب هكا ما نحكي لكمش على الكوجينه راهي سخونه 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 على الاخر. والبارح واليوم سبحان الله معناها سخانه شيء كبير. ربي يعطينا كل شيء باللطف. على العموم عين شافت وعين ما شافتش كان بصراحه تصورت انا ما عنديش حساسيات من حتى شيء. راهو كي نصور هكاك اما الغالب سخانه وكها. حطيت البلوش هذاك كاين البلوش جاوني 8 كعبات.
هذيك الكعبة الأولى جبت الطبق هذاك باش نحط فيه ونغطيهم باش ما يشيحوليش وما خليهش تطيب على الاخر. حطيت الزبدة باش تجي أول حاجة طرية وثاني حاجة باش ما تلصقش. هذيك الكعبة الأولى صيي في كل كعبة نحط زبدة وهكا نخلط باش ما تجينيش يجي المكون نفسه معناها من فوق حتى اللوت. وهكا شد الكريب هكا وندورها هكا باش تتفرط تحسيلو الخليط يتفرط على كبر القلي. بعدين عرس ربي يهني الناس الكل يا ربي. حافلة بلادنا حافلة ماطر بالعروسات ربي يهني الناس الكل ان شاء الله. اللي ما قدرش السنة خاطر مش سهل العرس ان شاء الله ربي يسهله في المستقبل يا ربي. شبابنا بصراحة نحسه مظلوم نوعا ما. ما ان شاء الله ان شاء الله في الايامات الجايه تتحل مشاكلهم خاطر بالحق تو ماهوش ساهل العرس حتى طرف. يعني اللي باش يعرس تكاليف كبيره ربي معاهم الشباب وربي يعاونهم. وهذا ما نقوله ان شاء الله يا رب. اما القريسه فما ناس عرست وقاعده تعرس في الفتره هذه ربي يهنيهم وربي ينوب على الناس الكل. هو الشباب يعني كان باش يعرس يويلو من الدار يويلو من الزهاز بالنسبة للطفلة يعني يويلو من الموبل بالنسبة للراجل يويلهم مصروف العرس. وهذم الكل يتطلبوا بصراحة يتطلبوا فلوس برشا وفلوس كثيرة. أو الكريب هاو كيتيب. خليني نرجع للفيديو ونسلم على الناس اللي بعثت لي كومنتات بدون استثناء واحد مهما كان. فما أخت من ظهر لي تعيش خارج البلاد بعثت لي كومنتير قالت لي حسيلو كيفاه يا ربي. احنا نتفرجوا فيك بكل حب وخاصة واحنا متوحشين البلاد هكايا في المعنى هذايا متاع الكومنتير واحنا متوحشين البلاد ونعيشوا البرة. اختي لا يوريك ما يوشك وعندك الحق بلادنا راهي ترابها لا يعلى عليه وريحتها ما كيفاش. واللي ما يحبش بلاده ما نتصوروش معناها باش يعيش مرتاح مهما كانت ظروفها مهما كانت العوائق اللي فيها. يمكن برشا ما يشاطرونيش الرأي والاختلاف ويمكن ما تعجبهمش فكرتي لكن أنا بصراحة ما حب البلاد ما يتساومش لا يعلى عليه من الآخر. نرجعوا لكريبنا وفيديوين وكملت غاديكا طيبت الكريبات جاوني 8 كعبات والقلي كبير تفاله هكا حسيلو الورقه جات كبيره ما شاء الله. وجيت لهنا خذيت الهريسه خذيت الطن خذيت جبن بريزيدون وخذيت جبن موتزاريلا زاد برشته وحضرته هكا في الصحن الابيض الكبير. وهكا حطيت الهريسه حطيت جبن بريزيدون وبعده جبن موتزاريلا وبعد طن وحطيت وبديت تويتهم كيما تعرفوا كيفاش تتوا الكريب وقلبتهم باش ما تحلش هكا وتيح الفارس نتاعها وحتى اللي كملتهم هكاك بنفس الطريقه. نحب نسلم عليكم الناس الكل كسوا توانسة مغاربة جزيرية اللي خارج البلاد ويتفرجوا فيا. نحب نقول لكم كيف ما خلل هكا في الفيديوهات ولا حاجة ما عجبتكمش عدوها لي راني ما أول حاجة عن غير قصد وثاني حاجة عبارة بقناة نزلت في البداية إن شاء الله هكا نمشيو نتحسنوا سواء في التصوير ولا في المونتاج ولا حتى في المحتوى. يعني اللي وصلت لهنا وما اشتركتش في القناة واللي عرضها الفيديو لأول مرة تشترك في القناة باش يوصلها أي فيديو نهبطه وأي حكاية نعملوها في القناة. أخوتنا الجزائرية والمغاربة اللي تفرجوا فينا زاد نقول لهم مرحبا بكم. التوانسة هذوك عدا عائلتنا. نرجعوا للفيديوين.
البنات ريتو فما دبوزة هيك باللار فيها بسيسة من غادي على الرخامة حسيلو. حبيت نقول لكم اللي البسيسة هذيك صنعتها بجلجلان وعدس وخروب وحمص وقمح وشعير. حسيلو ما نحكي لكمش على البنة اللي فيه. وبالطبيعة خديت لها فحاتها الكل، خديت لها شوية ورد، شوية قشور برتقان، شنو آخر والله نسيت يا ربي هذوما حاسيلو. ما نحكيلكمش على البنة اللي فيها. هاكا ساعة نخلط شوي هكا، نخلطها بالعسل ونحط لها بالطبيعة سكر زيت زيتونة. تجي ما نحكيلكمش. أما إحنا تعرفوا ديما نميلوا للحاجة الصحي ما حاسيلو. نحبوه أما ما ناكلوشه بكثرة. لهنا كملت حطيت الفارس في الكريب وزي كملت طيبت ومن الاخر هذايا الكريب نتاعي هذايا عشاء بالنسبة للبارح اللي هو جمعة. كل واحد خذا كعبتين. اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. جيت هذايا اليوم فطور نص النهار ركبته مع 9:30 10 ولا هو قبل. حسيلو أول حاجة عملتها رحيت طماطم فريش كعب هذيك. خذيت صدر نتاع الدجاج هذيك طماطم زادة كونسونطري أما هي طماطم كعب ومقسمينها ومحطوطة حسيلو. القش هيك. خذيت ثوم هرسته وحمص كيما تراو المكونات اهوكم قدامكم. باش نركب اليوم مقرونة قرابة مش هذيك البابيون اللي هي البات العجينة ذي المقرونة اللي مصنوعة الأغلب المكون متاعها العظام. وتعرفوا سومها رو 2700 الكيلو. حسيلو أنا نحبها ولادي يحبوها. ديما نطيبوها حسيلو. وهي المكونات اللي تباه أنها في الآخر كي طيب تحط لها الزيتون الرونديلات وتحط لها كبدة مقلية سواء متاع الدجاج ولا متاع اللوز وتحط لها زاد فلفل برعبيد. أنا ما عنديش كبدة ما عنديش فلفل برعبيد. عملت الفلفل الأخضر في بلاصة الفلفل برعبيد وعندي زيتون مرقدات هكا باش تشوفوني جبته ونحيت له القلب وحطيته. وفي بلاصة الكبدة عملت بطاطا قصيتها كيبات وقليتها وحطيتها. حسيلو والله العظيم جات بنينة صحيح مش بنينة كيما اللي بالكبدة والكل خاطر بنة نتاع الكبدة وحدها بصراحة. لهنا حطيت الزيت سخن شوي حطيت الطماطم باش تتقلى. حطيت لهنا البقية نتاع الطماطم والكونسونطري. حسيلو الكونتيتي اللي حاجتي باه. لا اله الا الله. الدجاج نتاعنا حاضر زاد هكا باش نحطوه مقصوص كبات صغار ومش معناها باش تحط مرسو كبير ولا تحط فخذ ولا. المهم يلزم يكون هكاك صغير. حطيت الثوم حطيت الحمص وبالطبيعة باش نفوح. خليتها تقلات شوي خاطر كيما تعرفوا الطماطم فيها الماء يلزمها تبقى تتقلى والدجاج فيه الماء بالطبيعة زاد حتجيلو تاخو وقت باش تتقلى ويتنحى الماء هذاك شوي شوي. جبت الفلفل الأحمر باش نحطو. حطيت فلفل الأحمر حطيت الكونتيتي اللي حاجتي باه. أول مرة المقطع هذايا متاع الفيديو خليته كيما هو كيما صورت ما سرعتش فيه ولا نحيت منه ولا حتى شي. راهو باش تصور فيديو ولا العظيم يعني باش نحكي لكم هذايا عن تجربتي أنا الخاصة. نصور قدس مقاطع والقدس مقاطع اللي نحب أنا نوصلهم. خاطر باش تعمل فيديو متكامل يعني يلزمك تصور برشا حاجات يلزم فما ناس تحب تشوف السيكونس هذيك كيفاش عملت ساعات مثلا. يحبوا المصداقية معناها يلزمك تكون مثلا موجود في الصورة وميم معناها تحرك في الحاجة اللي انت تعمل فيها. سينو انا بيجي واحده من الناس ما يشفيش غليلي يعني كي نشوف ساعات فيديو نقول علاش ما ظهرتش وعملت هكا علاش ما عملتش هكاك فهمتي. معناها انا نعمل فيديو كيما نحب انا نشوف فيديوهات فهمت.
وعلى هذاك ياكل برشا وقت. وهاكم تراو معناها أغلبية فيديوهات نقول الكل هذا أول فيديو ما نسرعش فيه يعني نهبط الصورة كيما هي. يعني أغلبية فيديوهاتي نصور séquence طويلة ونسرع. معناها نسرع علاش؟ باش تهبط لي برشا باش كيفاه نوري برشا حاجات نحب نوصلهم للناس اللي تتفرج في القناة. يعني من الآخر أنا عاملين حساب للمتابع المشاهد الناس اللي تتفرج فينا. نحب نودوكم تصويرة باهية، نحب نودوكم ب ب حاسيلو من الآخر تفهموا ميساج الفيديو، تفهموا الصورة، تفهموا كلمتنا، تفهمون علاش حطينا المقطع هذاك، علاش فهمتوا معناها راهو اليوتيوب بالحق أنا من الأول استسهلته ودخلت والكل. صحيح نحب نصور ونحب نعمل فيديوهات، أما بصراحة مش سهلة يعني مسؤولية من حيث المضمون، مسؤولية من حيث الصورة زادة خاطر إحنا في عصر الشو والتصوير تبلغ ساعات أكثر من الكلمة. لذا نحبوا تصويرة مزيانة. أنا نحب تصويرة مزيانة نشوفها، لذا نحاول باش نوصل الصورة مزيانة في الفيديو. والله قاعدة نحاول والله العظيم نحب نرضي المشاهدين والمتابعين للقناة. لا لشيء لأني نحب أي عمل أي خدمة نتقنها، أي حاجة نعملها بوجه صحيح ونعملها كيفاه بحاجة يرضى عليك المشاهد فيه. قوس حليناه ونرجعوا للفيديوين لهنا. حطيت المقارونة باش تفور، حطيت لها شوية زيت زيتونة. هي راهي كيفها كيف بريس كيف النواصر كيف الدويد. نحطوا لها كركم نحطوا لها فلفل اكحل وزيت زيتونة ونحركوا باش يدخلها الزيت مشيرات الكل وزيادة باش ما تعجن الناش ونحطها تفور يعني. هذا هو الصوص نتاعها شفتونا كيفاش ركبناها. المكونات حكينا لكم عليه، الزايد حكينا لكم عليه والناقص حكينا لكم عليه. هذايا الزيتون اللي قلت لكم زيتون مرقدته دياري حسيلو نحيت له القلب وحطيته. والفلفل هاكم ريتوني قليته من الاول بما اني ما عنديش فلفل برهبيت. والبطاطا زاد هاكم باش تشوفوني باش نقليها ونحطها لهنا باش نحط الصوص متاع اول حسيلو تفور المكرونه كيف الشوربه زاد نسقوها ونخلوها تفور هكاك. حسيلو هي تشرب الصوص نحطه هي لو احنا نزيد نحطوا لها صوص واحده اخرى وهكذا حتى للي تزيد. انا عندي كعبتين حوت ورقه حبيت نقليهم ونحطهم مع. أما اليوم الدنيا سخونة خليتهم كيما هما حسيلو. خليتها كان المكرونة برك والحمد لله جات بنينة وكلينا وديجا وفات. ربي يجيبها علينا نعمة. هذوما هذايا الفلفل اللي حكيت لكم عليه هذه البطاطا وهذايا الزيتون. هذوما باش نحطهم في الاخر في بلاصة الكبدة وفي بلاصة فلفل برهبي. هاكا كيما قلت لكم راني انا ما نحبش نحير ولا نحب نحبس خاطر ما عنديش هذيك اللي موجود يززي. صحيح معناها كل حاجة وحاجتها. اما ما نحبش نقف على حاجة مش موجودة. وزيد عندي صنعة أخرى في الترتيب أنك يبدأ عندي بواقي متاع في الفريجيدير مثلا هذه حاجة بقات منها شوية هذا نحب نكملهم معناها نحب نتخلص منهم معناها باش كي نقضي على نظافة مثلا باش تشري حاجة أخرى تشريها معناها وانتي صيد خلصت من اللي عندك يعني كملت. ركبت غديكا بريتي حطيت حشيشة خضرا شوية حشيشة حمرا طرنجية ونعناع وكعبتين نعود. هنا مكرونتي طابت هاكا صايي حطيت البطاطا حطيت الفلفل الأخضر وحطيت زاد الزيتون اللي نحيت له القلب نتاعو. هذا بالنسبة لفطيرنا بالنسبة اليوم اللي هو سبت. هذا فطورنا في نص النهار. بردنا هوكيتي مكرونتنا صايي حطينا لها اللمسات الأخيرة باش نحركو توا.
وتقريبا فيديوهنا لليوم هذايا محتواه، وهذايا شنو اللي إن شاء الله نوعدكم فيديوهات ما أحسن ما خير. كان عندكم فكرة هكا، كان عندكم حكاية اقترحوا عليا، وأنا إذا كان في مقدوري نحطها في الفيديو ولا نعملها. القناة كما قلنا منكم وليكم، نكبروها مع بعضنا، نحاولوا باللي نقدروا، ماناش باش نبخلوا عليكم. هذه هي المقارونة طابت، نودكم ولا نشهيكم مرة أخرى. حطيت فطوري، فطرت أنا وبنتي، وحطيت ديسرنا بالسيترون والدلاع، وهذاك هو. هذايا فيديوية، خليكم في وديعة ربي، نخليكم في أمان الله. هوكا فيديو متنوع، فيه كل شيء، فيه خرجة، فيه وصفة، وفيه دبارة زاد. كل واحد معناها اللي ما تعجبوش حاجة أكيد باش تعجبه حاجة منهم. البنات إن شاء الله تاخذوا بخاطر اللي وصلت لهنا وما اشتركتش في القناة، تتفضل تشترك، مرحبا بها. اللي زاد تفرجت في الفيديو ما حطتش جيم تحط جيم، واللي عندها ما تقول لنا ومرحبا بها كاقتراح كأي حكاية باش تحطها لنا في كومنتير. مرحبا بكم الناس الكل، على عيني وعلى راسي، لأن حطيت دلاع ديسير أسيلو. تعرفوا الدنيا سخونة، الدلاع والبطيخ المساند الرسمي في الأيامات هذوما. وزدت عملت سيترون هيكا بارد، حسيلو من الفريجيدير، دلاع بارد. ما نحكي لكم مع السخانة. تبقوا على خير وبسلامة.